المصائب لا تأتي فرادى. نادي الزمالك وكم كبير جدا من التحديات أمام مجلس الإدارة. دوقته كده ما عندكش دم. على فرع أكتوبر فمعانا بعض اللقطات. شوية شغل كده، يلا ايوه شوية شغل حلوين كده على مزاجك. انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ شايف ان في مستقبل مشرق ومبهر باذن الله قريبا. ما تيجوا نشوف. شيل يا توين العمر، شيل. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. طلعت تصريحات لكابتن هشام نصر نائب رئيس الزمالك الفترة الأخيرة ما كانتش أحسن حاجة. التصريحات كانت من نوعية إن الزمالك مش معاه فلوس، يعني ما كناش متخيلين حجم ديون للدرجة دي، الفجوة بيننا وبين الأهلي كبيرة، العين بصيرة والإيد قصيرة، يعني كل الكلام المحفوظ ده. مفيش فلوس يا عم. ولكن كان في أمل في الآخر، وهو إن إحنا ماشيين في مشروع أرض 6 أكتوبر، عايزين نفرح وحشتنا الفرحة، ودي هنجيلها قدام شوية. ولكن هل ده السبب فعلا في ان وضع الزمالك مش كويس؟ هل ده السبب ان الزمالك مش معاه فلوس زي الاهلي وبيراميدز فمنطقي ما يقدرش ينافس الاهلي وبيراميدز؟ والله من رايي فالزمالك نادي محظوظ جدا، وانا عارف انك لو زملكاوي هتقول بعد كل اللي بيحصل فيه ده والنادي محظوظ، هقول ليه هو محظوظ في الاخر. ولكن خلينا في اول سؤال، هل الزمالك في الموسم الحالي وضعه كده لان هو مش معاه فلوس زي الاهلي وبيراميدز؟ كده يا باشا ايه 5 جنيه يبقى هات بالباقي كفته يلا. وقبل ما ابدا برضو بالمناسبه، يعني في حاجات كتير من اللي الزمالك بيعملها غلط الاهلي وبيراميدز بيعملوها عادي جدا، بس الاهلي وبيراميدز عندهم مساحه للفشل اكبر منك. يعني هم بالفعل عندهم تشكيلات كويسه، فلو جابوا صفقه او 2 وفشلت عادي مش هتاثر قوي، على عكسك انت محتاج كل صفقه، وهم معاهم فلوس اكتر منك، فلو جابوا صفقه او 2 وفشلوا فهم يقدروا يجيبوا صفقات غيرها، انت لا، انت فلوسك على قد. تمام. العالم فيه امثله كتير قوي الانديه مش معاها فلوس قد الانديه اللي هي بتنافسها وبرضه قادره تنافس وقادره تحقق بطولات عادي جدا. مش كل الانديه معاها نفس الفلوس، كل اللي انت محتاجه تشوف الانديه دي بتعمل ايه وتحاول تقلدها. انديه زي مين مثلا؟ في مرحله ما برشلونه كان نادي غني جدا، كان بيدفع 100 مليون هنا و120 هنا و150 هنا، هات كوتينيو هات جريزمان هات ديمبلي، وكل ده في الاخر جه على دماغهم، والقصه معروفه يعني من بعدها، من رفعات اقتصاديه لابورتا ورحيل ميسي وكل الكلام ده. انت ممكن تتعلم ايه بقى من تجربه برشلونه؟ مش هقولك اعمل مدرسه مواهب يعني زي لاماسيا، لان الموضوع ده يعني شبه مستحيل في الزمالك، وحتى لو قدرت تعمل مدرسه ناشئين وتهتم بالقطاع فانت هتاخد وقت طويل قوي عقبال ما تطلع نتائج فعلا، وانت محتاج حلول سريعه. امال بقى هتتعلم ايه؟ يوم 29 ديسمبر اللي فات في ماتش الزمالك والاتحاد السكندري حصل حدث مهم جدا. على دكه الماتش ده كان موجود سيف الجزيري والمسلوسي وكونراد ميشالاك وعمر فرج، ال4 محترفين بتوعك كانوا على الدكه. مجموع مرتبات ال4 دول على بعض تقريبا من 2.5 ل 3 مليون دولار، يعني انت بتتكلم في حوالي من 120 مليون جنيه ل 150 مليون جنيه. وبعيدا عن المصيبه اصلا بتاعت ان عندك 4 محترفين على الدكه، فانت جايب محترفين ليه اصلا؟ لا ده كمان مجموع مرتبات ال4 محترفين دول كان اكبر من كل اللي بيلعبوا في الملعب، اللي تقريبا مجموع مرتباتهم كان 130 مليون. وانا فاهم ان المحترفين بيقبضوا اكتر، ولكن ادفع لمحترفين يستاهلوا، ده اولا. وثانيا فلا، في برضو لعيبه محليين مرتباتهم مش منطقيه خالص. دونجا ده تقريبا مرتبه 18 مليون، يعني دونجا مرتبه قد محمد شحات على احمد حمدي على بعض. فاولا لازم تعمل سقف مرتبات، وحاول بعد كده ما تدفعش فلوس غير للعيبه اللي تستاهل، اللي هتعمل معاك فرق فعلا، والموضوع ده بديهي اصلا مش محتاج حد يقوله. ثانيا بقى ترينت ألكسندر أرنولد صعد مع ليفربول في موسم 2016-2017 وقعد 2 سنين بمرتب لعيب ناشئ. بعد كده جدد عقده وخد مرتب لاعب في الفريق الأول اللي هو كان 2 مليون باوند بس، 2 مليون. وبعد كده فضل 3 مواسم بالمرتب ده لحد ما جدد عقده في موسم 2021-2022. الفكرة ان في ال3 مواسم دول أرنولد كان حقق تقريبا كل حاجة مع الفريق، خد دوري أبطال، صعد نهائي دوري أبطال، كان من أهم اللعيبة في الفريق ومن أحسن باكات يمين في العالم، لو ما كانش أحسن باك يمين في العالم، عادل الرقم القياسي للدوري الإنجليزي في الأسيستات بتاعة المدافعين.
فارنولد كان لعيب مهم جدا، ولكن كان عادي ماشي على مرتبه، ولما جه عقده يخلص بدا يتكلم في التجديد. ايه علاقه ده بالزمالك بقى؟ كابتن ناصر ماهر اللي لعب مع الزمالك نص موسم بالعدد يعني، والباقي قضاه مصاب، ومن وقت ما رجع فهو مستواه مش احسن حاجه برضه، عايز يعلي مرتبه مع ان لسه فاضله في عقده تقريبا 3 سنين. والغريب ان في مسؤول اصلا في النادي تقريبا كابتن حسين لبيب وعده ان هو هيعدل له عقده فعلا، ودي كارثه لوحدها. يعني ايه رئيس النادي توعده ليه اصلا؟ هل كل لعيب بعد كده هيلعب له كام ماتش كويسين هتعلي مرتبه؟ طب هتجيب فلوس منين للناس دي كلها؟ ثانيا، هل الصح فعلا انك تعلي مرتب كل لعيب؟ لا، امال انت ماضي عقود ليه؟ هل اللعيبه دي مثلا لو مستواها نزل، لو ناصر ماهر دلوقتي مستواه مش احسن حاجه، هل هيجي من نفسه ويقول لك لا 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 نزل لي مرتبي انا مستواي مش احسن حاجه؟ لا عادي، لو انت جيت تمشيه اصلا هيروح الفيفا وياخد كل فلوسه، فاشمعنى انت من المفروض كنادي يعني تضحي عشان خاطر اللعيبه، مع ان اللعيبه دي ما بتضحيش، والموضوع ما فيهوش تضحيه اصلا، الموضوع انك مضيت عقد، التزم بالعقد ده لحد ما يجي وقت تجديدك، او لحد ما تقدم اداء خارق بقى اللي هو يعني صعب تجاهله، فاحنا هنكون مضطرين نعلي لك مرتبك. غير كده مفيش، واعمل كنترول على مرتبات اللعيبه وما تدفعش مرتبات عاليه، انت مش نادي غني، واللي مش عاجبه ان شاء الله عنه ما جه. انت بتترسم عليا يا معفن. طيب يا عم ظبطنا مرتبات اللعيبه، ايه تاني مفروض الزمالك يعملوه؟ لو بصيت على اغلب قرارات الزمالك الموسم ده مش هتحس هي قرارات صح او غلط، هتحس انها قرارات غريبه، قرارات عشوائيه، انت بتستغرب اللي خد القرارات دي كان بيفكر في ايه اصلا. وهنا تاني نادي ممكن تتعلم منه شويه وهو ليفربول. فتره كلوب مع ليفربول اندر ريتد جدا، لان في ناس بتقول لك ده يعني خد دوري ودوري ابطال في 9 سنين او 10 سنين، فرقم مش كبير للدرجه دي. بس بما اننا بنتكلم على الزمالك فلازم تقول برضو ان كلوب استلم فريق 8 دوري تقريبا، وبعد 4 سنين وصافي انفاق في ال4 سنين دول 80 مليون باوند، اللي هو اقل من السيتي تقريبا، سوتس اللي كان بيدفعه السيتي، قدر يكسب دوري ودوري ابطال ويعمل فريق قوي فعلا. الموضوع ما كانش صدفه، والنجاح ده ما كانش كله كلوب، لا كان في ناس بتشتغل تحت كلوب كانت مساعده برضه في الموضوع. ناس زي مين؟ زي مايكل ادواردز مثلا، المدير الرياضي اللي هو فعلا ليه صلاحيات وبيقعد مع كلوب وبيتكلم وبيختار لعيبه، ويان جراهام حاجه زي يعني مسؤول الداتا والاحصائيات، حاجه زي كشاف لعيبه كده يعني. وبما اننا جبنا سيره الاثنين دول ففي قصه يعني لو انت متابع لليفربول ممكن تكون سمعتها، وهي ان يورجن كلوب ما كانش عايز صلاح وكان عايز جوليان براندن. والحقيقه ان ده مثال كويس جدا على يعني ايه الصحافه الصفراء. هو القصه ان كلوب فعلا كان عايز جوليان براندن بحكم ان هو الماني ويعرف جوليان براندن وكان بيدرب في المانيا كتير، ولكن لما جه مايكل ادواردز ويان جراهام وعرضوا الداتا بتاعت محمد صلاح عليه اعجب بمحمد صلاح وقال تعاقدوا معاه. هو بس الخبر ده بيتقال دلوقتي يعني عشان يشوهوا صوره كلوب، يقول لك شايفين كلوب ده ما كانش عايز صلاح. لو جيت تبص بقى على الزمالك فهتلاقي ان العكس تماما هو اللي بيحصل، الموضوع فيه عشوائيه كامله، ما تفهمش مين بيختار اللعيب الفلاني وبيختاره على اساس ايه، وكل ده في الاخر بيجي على دماغ النادي، ومش محتاجين ندور كتير لان الموسم ده فيه امثله على اللي انا بقصده. الزمالك بيخلص الموسم اللي فات وهو مع ناصر منسي وسيف الجزيري في مركز الهجوم، وما كانش مقتنع بالاتنين دول فبيروح ويتعاقد مع مهاجم اجنبي وهو عمر فرج، وبعيدا عن الراي الفني في الصفقه نفسها اصلا لان دي اقل مصيبه حصلت. اللي بيحصل بعد كده كلنا عارفينه، ناصر ماش ومن بعدها ناصر منسي خلاص بقى هو المهاجم البديل بتاع الزمالك وصعب يمشي. العشوائيه بقى بتبدا من هنا. الزمالك بيجدد تعاقده مع سيف الجزيري، طيب انت ليه جددت التعاقد؟ مش انت بنفسك جايب مهاجم اجنبي تاني؟ فده معناه انك مش مقتنع بالجزيري. بعدها بقى الزمالك بيحاول يرجع في تجديد تعاقده مع الجزيري، طيب هو مين اللي جدد له اصلا في الاول وبعد كده مين رجع على القرار؟ يعني هل نفس الشخص اللي جدد للجزيري بعدها بفتره غير رايه، ولا في حد قرر ان هو يجدد للجزيري وحد تاني من مجلس الاداره قال لك لا مش عايزين نجدد له؟ ازاي القرارات بالاهميه دي تتاخد بالعشوائيه دي في النادي؟ واستكمالا للعشوائيه في ملف مركز المهاجم في الزمالك، في مهاجم احنا ناسيين، حسام اشرف كان معار من الزمالك لبلديه المحله وكان ثالث هدافين الدوري الموسم اللي فات بعد فيستون مايلي وبعد اسامه ابو علي. وبعيدا عن رايك الفني في اللاعب فان هو يكون ثالث هداف للدوري دي حاجه كبيره. في اخبار ان كان في عرض لاستعاره حسام اشرف من الزمالك من ليبيا، وتقريبا العرض كان حوالي $500,000. بعيدا عن الاخبار دي صح ولا لا، ولكن هي منطقيه لان زي ما قلت هو كان ثالث هداف للدوري وكان صغير في السن، فمنطقي ان هو تسويقيا يعرف يجيب سعره. اللي حصل بما ان حسام اشرف لسه قاعد في النادي يعني، فانت ولا وديته اعاره ولا لعبته معاك وضيعت موسم عليه وهو جنبك على الدكه. فالفكره لو هو من الاول ما كانش ضمن خطتك، ليه ما حاولتش تسوق للاعب وتطلعه اعاره تستفاد منه وهو يكمل ويحسن مسيرته؟ ليه سبته جنبك على الدكه؟ يعني ايه الفكره؟ يعني انت لو كان عندك خطه من الاول وكنت عارف انت محتاج مين ومين مكمل معاك ومين لا،
كنت جيت في بدايه الموسم قلت والله انا مش محتاج الجزيري، فانا هحاول اسوقه وابيعه يا عم بنص قيمته التسويقيه، منها اكون استفدت فلوس ومنها وفرت مرتبه. ومش هجيب عمر فرج وهعلي البادجت بتاعتي شويه بما اني وفرت فلوس، واتعاقد مع مهاجم كلاس A. يعني بالمناسبه فيستون مايلي اللي هو مدرمغ الدنيا مع بيراميدز اتعاقدت معاه ب1.2 ل1.5 مليون لتمن انتقاله زياده على مرتبه اول سنه. فالفكره انت كان هيبقى ساعتها معاك فلوس تجيب بيها لعيب كويس يلحقك في مركز الهجوم، وعلى الاقل برضو ما تكونش سبت لعيب زي حسام اشرف جنبك على الدكه ما بتستفادش بيه ولا هو بيستفاد. انا عارف ان ممكن الناس تستهي في الكلام ده، تقول لك يعني انا لو كنت بعت الجزيري في اول الموسم هو ده اللي كان هيعدل الميله يعني. طب ما تجرب يا اخي. ولكن هي التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتغير شكل الموسم في الاخر. وقت لذيذ، قاعد بستمتع بالحياه، اكلنا كفته واكلنا سمبوسه. كام تفصيله صغيره كان ممكن تنقذ الزمالك ما حصلتش. وده اللي يرجعنا لاول حاجه انا قلتها، ان الزمالك نادي محظوظ. من رأيي بقى ان الزمالك نادي محظوظ جدا، ولكن الزمالك ما بيستغلش حظه، فانت ما بتحسش ان هو كان محظوظ في اي حاجه. زي ايه مثلا؟ الموسم ده لو قارنت تشكيلتك بتشكيله بيراميدز والاهلي فانت المفروض حتى ما ترميش السلام عليهم، انت بعيد جدا، بعيد قوي عن الاثنين دول. ولكن لسبب لا يعلمه الا الله يعني احنا خلاص بنخلص الموسم اهو، والفرق بينك وبين بيراميدز 6 نقط بس، مع ان فرق في التشكيلات اقوى منك بكتير. ولكن بيراميدز والاهلي بيقدموا مستوى وحش جدا، فانت لسه قريب منهم. هل الزمالك استغل ده بقى؟ لا خالص. وهنا مش محتاج بقى اجيب مثال زي مركز الهجوم ولو كنت بعت ولو كنت عملت، لا، في قرار تاني كان اسهل من ده بكتير. لو احمد الجيفالي فشل مع الزمالك فانا مش هلوم الاداره. ليه؟ لاني فاهم انت ليه اخترت لعيب زي ده، لعيب عنده بوتنشال صغير في السن، يعني ليه موهبه، فاهم ليه ممكن تراهن على لعيب زي ده. ولكن على عكس صفقه الجيفالي وعكس صفقه عمر فرج، فصفقة ميشالاك مفيش أي مبرر لفشلها، ما ينفعش بس تتوصف بأنها مجرد صفقة فاشلة. ليه؟ أولاً أنت كان في بديل مباشر لميشالاك وكنت بتتفاوض معاه وهو بن شرقي. لو قارنت بين الاتنين دول بقى هتشوف المشكلة. أولاً فرق الفلوس مش كبير للدرجة دي، اللي عرفنا بعدين إن تقريباً الفرق كان 200 ألف دولار. ثانياً المستوى الفني أرقام بن شرقي أحسن بكتير من ميشالاك. ثالثاً صفقة جماهيرية، يعني لو كنت جبت بن شرقي وفشل معاك محدش من الجماهير كان هيقدر يلومك. رابعا بقى ودي اهم حاجه، ان عقد ميشالاك كان جاي معاك اعاره من غير احقيه شراء، على عكس بنتايج مثلا. فحتى ميشالاك لو كان يعني ما تفهمش ازاي تألق معاك وكسر الدنيا وعمل كل حاجه، كنت في اخر الموسم مش هتعرف تشتريه برضه لانك مش معاك فلوس. يعني الاحتمال الاكبر ساعتها انك كنت هتلاقي ميشالاك بيروح الاهلي. فالفكره مفيش حرفيا اي مبرر للتعاقد مع ميشالاك، هو مجرد عضو مجلس اداره نشف دماغه وقال لك انا عايز اللعيب ده ويتحرق النادي، لان هو بيعامل النادي ان هو الملكيه الخاصه بتاعته، اعمل فيها اللي انا عايزه. وعشان نشوف تاثير القرار ده بالتحديد بقى، لو انا فضلت ميشالاك على بن شرقي لازم طبعا نتكلم على طيب الذكر مصطفى شلبي. لو شفت تاثير مصطفى شلبي، يعني التاثير ده بيتحسب ازاي؟ لو نفرض مثلا ماتش 0-0 جه مصطفى شلبي وجاب جول، فهو كده جاب نقطتين للزمالك. ولكن لو ماتش مثلا 3-0 4-0 وجه مصطفى شلبي جاب جون او عمل اسيست، فبرضه الزمالك كان كسبان من غيرك. هو مش احسن مقياس، يعني هو في حاجات كتير بيغفل عنها، ولكن برضه تقدر تقول مقياس بيوريك مدى تاثير كل لاعب. مصطفى شلبي الموسم ده اهدافه واسيستاته اتسببت في نقطتين بس للزمالك. بن شرقي اخر موسم ليه مع الزمالك اهدافه واسيستاته اتسببت في 16 نقطه، والموسم اللي قبلها كان اتسبب في 15 نقطه. الحقيقه لو كان بن شرقي مش موجود في الموسمين دول الزمالك ما كانش خد الدوري فعليا. وده مش كلام ارقام وخلاص، لا، انت يعني لو بصيت الموسم ده فانت ما كنتش محتاج غير العادي القليل عشان تكسب ماتشات كتير. يعني مثلا ماتش مودرن سبورت اللي هو قدام اخر فريق في الدوري اللي ما كسبش غيرك، هل ما كنتش تعرف تكسبه؟ ماتش زي بتروجيت مثلا اللي هو انت ضيعت فيه فرص كتير جدا، لو كان معاك لعيب زي بن شرقي كان بالتاكيد عارف يكسبك الماتش. بلاش ده ولا ده. ماتش زي طلائع الجيش، يعني بالمناسبه الماتش ده جروس بدأ فيه بميشالاك، تمام. ميشالاك طبعا قدم اداء زي الزفت فعلا، فجروس طلع ميشالاك وما نزلش مصطفى شلبي، لا ده نزل محمد حمدي الباك الشمال الثالث للفريق عشان يلعبوا جناح شمال. تخيل مدى البؤس اللي الزمالك كان واصل له. وبعدين محمد حمدي بيتصاب فانت بتنزل مصطفى شلبي بالعافيه. تخيل لو كان معاك بن شرقي في الماتش ده اكيد كان كسبت. انا بتكلم على ماتشات سهله، ماتشات عاديه جدا، مش بقولك قدام بيراميدز او قدام الاهلي، لا، تخيل تأثير لعيب زي بن شرقي في 3 ماتشات زي دول، كان ممكن بمنتهى البساطة يجيب لك 7 نقط، كان زمانك دلوقتي متصدر الدوري. وانا عارف ان ممكن حد يفكر ويقول لك يعني ما بن شرقي دلوقتي في الاهلي مش احسن حاجة.
وهو بعيدا ان بن شرقي مش لو برجل واحده، لا لو من غير رجلين خالص هو احسن من مصطفى شلبي واحسن من ميشيلاك. بس هو مع الزمالك برضو كان بيعمل كده، كان بيجيله كل فتره كده مستواه ينزل فيها عادي، ده الطبيعي بتاع بن شرقي. وبعيدا برضو زي ما قلت ان هو في اوسخ حالات بن شرقي هو لسه مفيد عن الاتنين اللي كانوا معاك. فتخيل بس قرار وحيد لو حكمت فيه عقلك، يعني عملت كل حاجه غلط زي ما هي، عملت كل الكوارث اللي عملتها، ولكن جيت على مركز الجناح الشمال وجبت، يا عم بلاش بن شرقي، جبت اي لعيب كويس مش لازم بن شرقي، انت برضو زي ما قلت دافع فلوس كتير في ميشيلاك، كان زمانك بطل الدوري. او يا عم حتى بلاش بطل الدوري، لو انت طلعت دوري ابطال افريقيا والاهلي هو اللي طلع في الكونفدراليه، ده كان هيفرق معاك كتير جدا في الصفقات اللي انت بتتكلم فيها مع اللعيبه يعني، وعلى الاقل كان هيرجع شويه من كرامتك. ما ينفعش تفضل ثالث موسم تلعب في الكونفدراليه وقدام الاهلي بالتحديد يعني مثلا صفقه زي زيزو دي كان صفقه جرحت كرامتك. تمام، لو انت كنت بتلعب في دوري الابطال السنه الجايه وهو بيلعب في الكونفدراليه كانت هترجع لك شويه من كرامتك، يعني كان منظرك هيبقى احسن بكتير. وده اللي وصلنا لموضوع ارض اكتوبر. يعني هي حتى لو جت فلوس من ارض اكتوبر، فالفكره لو فضلت ماشي بالاسلوب اللي انت بتعمله ده، انت ما عندكش فريق اصلا يساعدك على الفشل. يعني الاهلي مثلا او بيراميدز جاب صديق ايجولا ما نجحش معاه عادي، ولكن هو عنده بالفعل رمضان صبحي وعنده ابراهيم عادل وعنده مصطفى فتحي، فانت ما حصلش اي مشكله ان هو فشل. ولكن انت في الزمالك ما عندكش حاجه تبني عليها، انت محتاج دلوقتي تبني فريق اصلا، وبعد كده يا معلم افشل براحتك، اعمل زي الاهلي واعمل زي بيراميدز، ولكن لازم في الاول تبدا تبني وتغير مسارك. لانك حتى لو جالك فلوس برضو بالمناسبه، لو جالك فلوس من ارض اكتوبر فانت لسه مش معاك فلوس زي الاهلي وبيراميدز. فالخلاصه يعني لو بتسال هل في امل في الزمالك، هل الزمالك يقدر ينافس الاهلي وبيراميدز بالشكل الحالي؟ شايف ان في مستقبل مشرق ومبهر باذن الله قريبا؟ ها؟ مفيش. طيب بس كده انا خلصت. لا ان شاء الله فتوح هيبقى في الزمالك ويمكن ناخد واحد من الاهلي. الناس كمان تاخد واحد من الاهلي كمان برضه. يا مدام لميس ما تخلينيش احطها في دماغي بعد اذنك.